أهلاً بيكم. النهاردة هنتكلم عن فكرة ممكن تغير نظرتنا للفلوس تماماً. فكرة إن الثروة مش هدف من طرده، لأ، دي نظام بنبنيه. الموضوع مش في زيادة الدخل وبس، الموضوع كله في بناء الهيكل اللي يقدر يستوعب الدخل ده ويكبره. خلينا نبدأ بسؤال أعتقد كلنا بنسأله لنفسنا. ليه مهما دخلنا زاد بنبص نلاقي المصاريف زادت معاه وفي الآخر بنلاقي نفسنا في نفس المكان؟ الإحساس ده بصراحة ممكن يكون محبط جداً، لكنه في الحقيقة بيكشف لنا عن مشكلة أعمق بكتير من مجرد الدخل. والمقولة دي بتلخص الحكاية كلها. أغلب الناس عايزين النتيجة النهائية، عايزين الفيضان بس من غير ما يبنوا الهيكل اللي يستوعبه، عايزين الحصاد بس من غير ما يجهزوا الأرض اللي هيطلع منها الزرع، عايزين الثروة من غير ما يبنوا النظام اللي بيخلقها. يبقى هنا مربط الفرس. المشكلة عمرها ما كانت في الفلوس اللي بتدخل، المشكلة الحقيقية في عدم وجود هيكل أو نظام يقدر يمسك الفلوس دي ويحافظ عليها وينميها. الرزق مش محجوب عننا، هو بس مستني الهيكل اللي يقدر يستقبله ويكبره. وعشان نفهم الموضوع ده بعمق، تعالوا نرجع لواحد من أغنى وأذكى الناس في التاريخ، الملك سليمان. ثروته دي ما كانتش صدفة ولا معجزة وخلاص، لا، دي كانت نتيجة نظام دقيق ومدروس، نظام نقدر لحد النهاردة نتعلم من مبادئه ونطبقها. أول مبدأ في نظامه كان التمركز. يعني إيه؟ يعني الثروة مش بتيجي بس من المجهود الزيادة والشغل الشاق، هي بتيجي لما نحط نفسنا في المكان الصح، المكان اللي القيمة والفلوس بتتدفق فيه بشكل طبيعي. سليمان ما حاولش يقف بره، هو حط نفسه في قلب التدفق ده. والمبدأ التاني، ويمكن ده الأهم على الإطلاق، هو إن الحكمة بتيجي قبل الفلوس. زي ما بنتعلم، الحكمة والفهم هما المغناطيس الحقيقي للثروة. سليمان طلب الحكمة الأول، كانت النتيجة إيه؟ الثروة والفرص هما اللي بدأوا يتفقوا عليه. وهنا بقى بتيجي النقلة الكبيرة في التفكير. سليمان ما كانش مجرد لاعب أو تاجر في السوق، لا، هو بقى السوق نفسه، هو بنى الهياكل اللي الناس التانية كلها بتعتمد عليها. يعني بدل ما ينافس التجار على بيع بضاعة، هو اللي بقى الطريق اللي كل التجار لازم يدفعوا عشان يعدوا منه. هو خلق الهيمنة الاستراتيجية. سؤال ممتاز، إزاي ممكن نترجم الحكمة القديمة والعظيمة دي لحاجة عملية وملموسة نقدر نستخدمها في عالمنا دلوقتي؟ إزاي نحول الفلسفة دي لأداة حقيقية نقدر نمسكها في إيدينا؟ الإجابة هي إننا بنطبق نفس المبادئ لكن بأدوات العصر. فبدل ما نبني طرق تجارية مادية، إحنا النهاردة بنبني أنظمة مالية رقمية. وبدل ما نتحكم في حركة السلع، بنتعلم نتحكم في حركة رأس المال. وده بالظبط اللي بينقلنا لنظام عصري مصمم للعالم بتاعنا. والبداية الحقيقية بتكون من هنا، من خلال بناء نظام حديث لخلق الثروة. وهنا بيجي دور كورس المنتور تريدر، لأنه بيقدم بالظبط المنهجية دي، خريطة طريق واضحة ومبنية خطوة بخطوة عشان أي حد يقدر يبني نظامه الخاص في عالم التداول المالي. ببساطة شديدة، الكورس ده هو التطبيق العملي لفلسفة سليمان في العصر الحديث. هو مش مجرد شوية معلومات بناخدها وخلاص، لا، ده نظام متكامل مصمم عشان يبني الهيكل المالي اللي هيساعدك في عالم الفوركس. هو النظام بتاع النهاردة. طيب، حلو قوي الكلام ده. تعالوا بقى ندخل جوه النظام ده ونشوف بيتكون من إيه بالظبط. إيه هي المكونات اللي بتخليه هيكل فعال بجد، مش مجرد شوية فيديوهات وكلام نظري؟ أكتر حاجة بتميز النظام ده هو الوضوح. كل حاجة متقسمة لخطوات عملية. بنبدأ بفهم لغة السوق عن طريق التحليل الفني. بعدين، ودي نقطة جوهرية، بنركز على تطبيق استراتيجية واحدة بس ليها دخول وخروج واضحين. والأهم من كل ده، بنشتغل على بناء عقلية المتداول وإدارة رأس المال والمخاطر. دي مش مجرد تكنيكات، دي هي عواميد النظام نفسه. والأجمل إن النظام ده مش بيسيبك لوحدك، بيجي معاه صندوق أدوات كامل للدعم. عندك محاضرات مسجلة تقدر ترجع لها أي وقت، في متابعة مستمرة عشان نصحح المسار أول بأول، في محاضرة إرشادية أسبوعية للتوجيه والأسئلة، والأهم عضوية مدى الحياة. يعني ده مش كورس بنخلصه وننساه، ده نظام بنعيش جواه. وهنا الفكرة كلها بتتضح. الهدف هنا مش إن الواحد يتعلم تداول وبس، الهدف إننا نبني الهيكل، النظام اللي لما بيتبني صح، الفلوس هي اللي بتبدأ تتدفق ناحيتنا بشكل طبيعي بدل ما نفضل إحنا اللي بنجري وراها. ودلوقتي وصلنا للحظة القرار، لحظة التحول من عقلية الانتظار السلبية لعقلية البناء الإيجابية. لأن الفرص ببساطة مش بتيجي للي بيستنوا، هي بتروح للي بيبنوا الأساس عشان يكونوا جاهزين لاستقبالها. والآية العظيمة دي بتلخص كل حاجة. لو فضلنا قاعدين مستنيين الظروف المثالية وإن الريح تهدى والسما تصفى، عمرنا ما هنزرع أي حاجة، وبالتالي عمرنا ما هنحصد أي حاجة. البناء لازم يبدأ دلوقتي باللي في إيدينا. فالسؤال الأخير ده موجه لكل واحد فينا، بعيداً عن الأماني والأحلام. إيه هو الشيء الملموس اللي بنبنيه دلوقتي؟
إيه هو النظام اللي بنأسسه النهاردة عشان يخدمنا بكرة؟ ودي هي خلاصة كل الكلام اللي قلناه. الرزق بيجي للي مستعد يستقبله. لازم نبني النظام الأول قبل ما نتوقع أي توسع أو نمو، لأن من غير أساس قوي أي نجاح كبير ممكن يكون هو نفسه سبب الانهيار. والخطوة الأولى عشان نبدأ في البناء ده واضحة ومباشرة جداً. كل اللي محتاجين نعمله هو إننا نملى البيانات في الاستمارة اللي موجودة تحت، ودي هي بداية تحويل كل الأفكار دي لخطوات حقيقية على الأرض. فما فيش داعي نضيع وقت أكتر في التفكير والانتظار. ابدأ دلوقتي، والأهم من البداية إنك تتعلم صح. ابني نظامك على أساس سليم عشان تقدر توصل للنتائج اللي بتسعى ليها.